كيبدا الفيلم ديالنا في قريه في سوريا. كاين واحد الحداد عمى وولدو ايفان اللي فاق على صوت الكلب ديالو. فايفان شاب ظريف ولكن هبيل. ملي خرج من الدار باه بزز عليه يتعلم الحرفه ديالو اللي هي حداد، وطلب منه يمشي يصيد شي حاجه ياكلوها. فايفان كياخد السطر والسناره وكيشد الطريق للنهر اللي مغطي بالثلج. فملي كيوصل للنهر كيدير حفره في الجليد وكيهبط السناره. فجاه فقاعات كيخرجوا له من النهر، وايفان كيرجع للور مندهش وطارت واحد الحوته وطاحت في السطل ديالو. فايفان قال هذه زرده 5 وكيرجع للدار وطلبت منه الحوته ما يشويهاش. فايفان كيتعجب حيت الحوته كتهضر وقالت له عندك 3 ديال الامنيات الا رجعتيني للنهار. ففرح وبدا كيفكر في الامنيه ديالو. فبلا ما يحس تمنى يشوف المدينه بلا ما يتحرك من فراشو. المفاجاه كتحقق المعجزه والدار ديالو كتبدا تطير في السماء، والحوته كتقول له ان الامنيه ديالك الاولى تحققات. وايفان بقى مستغرب ومتحمس بالامكانيات اللي قدامه رغم ان ايفان طلب امنيه بلا ما يفكر. فالحوته كتشرح له انه بصح طلب امنيه. وكنشوفوا بيتو بحال شي طوموبيل كيمشي برا، والحوته كتشرح له بانه بغى يشوف المدينه بلا ما يخرج. ورغم انه ما متيقش والبرد والشتاء، فالجليد بدا كيذوب والارض كتحولات لربيع دافي، فكيتحول المنظر لحديقه. الحوته كتقول له ان 2 امنيات ديالو تحققوا، باقي ليك امنيه وحده. وعاد ايفان تفكر كيفاش كيضيع الامنيات ديالو على حوايج تافهين وبقى فيه الحال حيتاش ما طلبش شي حاجه احسن. وقالت له الحوته ان كل واحد كيطلب حسب الرؤيه ديالو للعالم. فمنين كان ماشي في طريق تعرضوا له الشفاره ووقفوه بهدف يشفروه، ولكن المشكل انهم ما لقاوش عنده الفلوس فداو الحوته. فايفان كيستغل واحد الوقيته اللي غفلوا ادالهم السطر اللي فيه الحوته والشفاره تبعوه. ولكن ايفان رمى الحوته في النهر وطلب منها تبقى تما باش ما ياكلوهاش. فالشفاره علقوه في الشجره من رجليه ومشاو. وموراها بشويه واحد البنت قرطاسه جات عاوناتو، ولاحظ ايفان الزيف اللي عليه النقش وعرفها انها الحوته اللي كانت معاه قبل شويه واللي تحولت الانسانه باش تعتقو. وقدمت راسها على انها سميتها يانا. فايفان باش يتاكد انها ما تهربش خدا لها الزيف ديالها وقال لها الامنيه الاخيره ديالي عادي نستخدمها في الوقت المناسب. ويانا جاها الفضول وسولاتو شنو الخطه ديالك. فايفان قال لها بانني باغي نتزوج روسيه، ويانا طبعا غادي تعاونوا. وكنمشيو للقصر. الخدامه كتعلم الاميره نانسي ان السفير الانجليزي راه جاي في طريق، والخبر فرحها حيت كانت سنوات وهي كتحلم تتزوج انجليزي وجدت راسها بالزربه. ولكن الملك يار كان عنده كره كبير للانجليز وما كانش باغي بنته تتزوج بهم. ففي هذا الوقت السفير الانجليزي وصل نيه يطلب يد بنته للزواج. عطى الاميره نانسي كادو فرحها بزاف، ولكن الملك يار ما عجبوش هذا الشيء. حشروا الهضره وقال له ان الانجليز كيجيو بنيه النهب. السفير كيحاول يغير الراي ديالو، عطاه هديه. في هذه اللحظه ايفان ويانا وصلوا للمملكه. السفير عرض على الملك واحد الجهاز غريب كينتج الموسيقى بوحده، وخبى عليه الحقيقه انه كاين راجل وسط الاله كيحرك الموسيقى. والوقيته اللي كان كيعرض الموسيقى ايفان ويانا كانوا كيشوفوا من وراء الحيط ديال القصر. ورغم العرض الملك ما عجبوش وقال ليه ما محتاجينوش. ولكن نانسي كانت كتموت على السفير الانجليزي باغيه تزوج به. والسفير باس يد نانسي، والملك كان محتار حيتاش ما قدرش يقنع بنته بالعكس. ففي هذه اللحظه ايفان دخل وقال لهم شبيك لبيك انا بين يديك، واقترح لهم بان نانسي ما خاصهاش تزوج بالسفير حيتاش غيجيب لهم آلة كتعزف الموسيقى بوحدها. وملي الملك سمع هذا الشيء فرح حيت كان باغي عذر باش يمنع الزواج بنته من انجليزي. وقال لايفان الا جبتي لي الآلة تقدر تطلب اي حاجه. فايفان سولو واش يقدر يتزوج الاميره، والملك وافق. والاميره ما عجبهاش الحال ملي سمعت هذا الشيء حيتاش كانت باغيه تتزوج بالسفير وما كانتش كتبغي ايفان، وحاولت تخوفوا. ولكن ايفان قال لها واش حنا دجاج. فالملك امرهم يعطيو لايفاي حوايج جداد للرحله ديالو حيت كان فقير، والملك بغى يجهزو بشكل مناسب للمهمه. ايفان كان لابس حوايج قدام وفرح بزاف بالعرض. وملي خرج شارك الخبر مع يانا وحداتو ان الاله الموسيقيه كاينه ولكن صعيب تجيبها. سولها علاش، شرحت له ان الاله كاينه عنده واحد المخلوق في الغابه وكل اللي يحاول يسترجعها ما رجعش. حيت يانا كشفت ان الاله عندها قدره غريبه حيتاش اذا عزفت لحن ديال الفرح الناس عادي يشطحوا بلا ما يوقفوا حتى يطيحوا، واذا عزفت لحن ديال الحزن الناس غيبكيو حتى ينسوا. الصراحه خاصني شي وحده. المهم ايفان فهم الخطر وقرر ياخذ المخاطره. فهو ويانا وجدوا شنطه ديالهم بالماكله باش يبداو البحث، ومشاو في طريق الغابه المظلمه وقربوا اخيرا من الهدف ديالهم. ومن وصلوا لوسط الطريق يانا قالت لايفان ان خاصو يكمل بوحده، وهو مشى ولقى هيكل عظمي وهناك نعرفوا بانه غيدبر عليها. فجاه سمعوا واحد الصوت ديال المخلوق وسولوا واش كتقلب على الاله الموسيقيه
الموسيقيه. ايفان قال له قال له المخلوق الا قدرتي تقاوم الموسيقى بلا ما تصح نعطيها لك. وقال له المخلوق واش بغيتي موسيقى حزينه ولا سعيده؟ قال له نيفاي دير اي موسيقى عجباتك. دار الموسيقى ولكن ما وقع له والو، قدر يديها. ملي رجعوا للملك كان مبهور وشجع ايفاي، ولكن الاميره نانسي كانت كتخطط باش تعطيه تحدي مستحيل. طلبت منه يجيب لها فراش سحري يقدم وكيجمع الماكله بوحده. وايفاي ويانا بداو رحله جديده باش يقلبوا على الفراش الاسطوري. ومين كانوا ماشيين شرحت يانا لايفاي ان الفراش عند جوج ديال الخوت عايشين في جبل، وملي وصلوا لقاو الخوت عايشين في واحد الروينه بسبب الفراش. ويانا وايفاي قنعوهم يتخلاو على الفراش ورجعوا عند الملك بالفراش، ولكن نانسي مازال كتحاول تهنى منه. عرفت ان نيفاي كتعاونو بنت سميتها يانا واللي كتستخدم السحر باش تعاون نيفاي، وهذا الشيء كيعاقب عليه القانون. فشدوا نيفاي وحكموا عليه بالاعدام، ولكن يانا جات وقدمت راسها باش نيفاي يخرج من الحبس، ولكن نيفاي ما بغاش يتفاك. فتعاون هو وباه اللي كان كيشوف، حيت الامنيه الثالثه طلب ان باه يبقى يشوف. وهرسوا الباب، وملي تلاقى بنانسي طلب منها تطلق يانا ولا غادي ترون. ونانسي بدات كتفكر واقترحت ان يانا تحق ليها 3 ديال الامنيات. ونانسي تمنات تحول لساحره بحالها وتحولت لحوته. ومن حاولت نانسي تعكس التحول اكتشفت انها ما تقدرش تستخدم المصلحه ديالها، وهذا معناه انها كانت تقدر دير السحر للناس الاخرين لكن هي ما تقدرش ديرها لراسها. ففي هذه اللحظه خرج الملك ديال الحوت اللي غلط ما بين نانسي ويانا، وكان فرحان بزاف حيت لقى الحوته اللي كان كيبغيها. وخدا نانسي تحت الماء باش يتزوجها. من بعد ما تحرروا من نانسي كلشي فرح، ويانا تحررات، الاب ديال ايفاي تحرر، واخيرا ايفاي ويانا اعترفوا بالحب ديالهم لبعضياتهم وقرروا يعيشوا بجوج بيهم بحال اللي براو الخيط. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساش دير شي لايك، شي اشتراك في القناه. كان معكم خوكم بيفليكس، نلقاو في الفيديو الجاي.